على ما أظن يعني إن كلنا شفنا الجماعات بتعمل إيه في البلاد. أي جماعة أي شلة كده وحاطين الشعار والرايات السوداء وقال الله وقال الرسول وإحنا بندافع عن الدين، لازم نشوفهم إن هم أساسا شغالين عند أعداء الدين. وبيتأمروا بأوامرهم، يعني بيتأمروا بأوامرهم، هم اللي بيشغلوهم يمين شمال من اول ما بدأت، ومن قبل كده خالص هم بيزرعوا الجماعات ويخلوهم يرعرعوا كده وتمام، وبعدين يوكلوهم بقى اعملوا يمين واعملوا شمال ويك ويك ويك. طبعا من اول 7 اكتوبر في الزمن اللي احنا فيه ده، وجماعة حماس والجماعات الكتير قوي اللي هناك دي، وعندنا هناك في سوريا شوف بيحصل ايه. طب يعني حد شايف اللي في سوريا الجماعات مشغولة بالغنيمة، والأعدائهم عمالين ياخدوا الأرض، دول ما خلوش جيش.